يلا نحتفل بعيد العمال، عيد العمال والناس كلها اجازة، ينفع احنا نقعد في البيت؟ اي نعم انا ما بشتغلش، بس اوكي برضو الناس احساس ان كل الناس طالعة اجازة وكل الناس طالعة تتبسط، والجو ده حاجة حلوة برضو. فيلا بينا نشوف رحنا فين في المانيا المرة دي. وكمان في سبب تاني مخليني مبسوطة ورايقة وحابة احتفل، ألا وهو إن أنا كملت 200 ألف على التيك توك، ودي لوحدها محتاجة حفلة لوحدها أصلا. بس عشان خاطر ما بقاش كذابة إني أنا لا كنت خارجة أحتفل لا عشان خاطر ده ولا ده. انا يا ولاد الحلال لقيت بنوته جميله بعتت لي على الانستجرام، قالت لي تيجي نخرج بكره مكان ماميز والجو ده. قلت لها يلا بينا، قمت منزله ستوري على الانستجرام قلت لو حد عايز يجي. اتفقوا معايا 3 ماميز تانيين وقالوا لي جايين باولادنا، جت منهم واحده وبقينا 3 ماميز وخرجنا وعملنا سناكس. انا عملت السناكس ديت للاولاد وهم كمان جابوا سناكس، وقلنا نخرج ونقضي اليوم ونعمل بيكنيك بره. السناكس دي بالمناسبة يعني ما فيهاش سكر خالص، معمولة بس بالموز وجواها زبيب، فبالتالي حاجات صحية عشان خاطر الولاد، وانا اصلا ضد السكر. المهم ده كان الاوتفيت بتاعي عشان نسيت اوريه لكم فوق. وهنا اكتشفت ان انا ما كانش معايا نضاره الشمس ونسيتها، بس اتس اوكي مش مشكله، اهم حاجه في شمس. يا جماعه احنا نسينا احساس نضارات الشمس ده اصلا، بس كان نفسي البسها اللي هو احلل فلوسها كده بما انها ما اتلبستش من القرن اللي عدى. وصلنا الجنينه وحسينا ان احنا قاعدين في عيد، عارفين شعور عيد الفطر عندنا؟ اهو عيد الفطر عندهم، بس ده عيد العمال. بس هما مش طالعين يحتفلوا عشان عيد العمال، طالعين يحتفلوا بالشمس. ناس كتير بتيجي المانيا وتقول لك ايه بقى، الالمان علم كئيبه. يا جماعه الالمان علم بردانه، تعالوا شوفوهم في الصيف هتحبوهم قوي. في الصيف بتبقى ناس فرافيش ولزاز، وبتبقى الدنيا لا لا لاند خالص. يعني بصوا المكان اللي احنا رحناه ده، اولا سعر الدخول 3 يورو، والجنينه كبيره جدا جدا جدا، اكبر بكتير من من كام منظر اللي احنا صورناهم دول، كنت عامله لكم فيديو عليهم تفصيلي قبل كده. حطينا الحاجات وقعدنا مع الولاد هنا، والناس كلها اللي حوالينا مفيش حد مش مبسوط، مفيش حد متضايق، مفيش حد متعصب. عشان خاطر الشمس يا جماعه، الشمس بتدي حياه، بتدي روح، بتخلي الناس عندها طاقه. المهم بعدين خدنا ولادنا وقلنا نتمشى بيهم شويه في الجنينه، اتمشينا وشفنا الحيوانات. وبالمناسبه اي حد يجي المكان ده مكهربين السور بتاع الخرفان، انا نموت واعرف مخكوا فين، مش في اطفال وفي كبار كمان يا جماعه. والله بنوته من اللي معانا اتكهربت، من الامهات مش من الاطفال كمان. المهم كنا عايزين نقعد هنا عند الميه، بس افتكرنا ان احنا ولادنا لسه صغيرين وما ينفعش في حته جنب ميه، فقررنا ان احنا نكمل لف لحد ما نلاقي مكان تاني. وكان منظر الورود تحفة، وده كان المطعم بتاع المكان، بس للأسف على حظنا كان قفل. فاحنا رحنا متأخر شوية، احنا رحنا الساعة 4 وشوية تقريبا، 5 حاجة زي كده. على ما وصلنا الجنينة بقى، على ما لفينا وخدنا لفتنا دي، كان الوقت اتأخر خالص. بس طبعا من الشمس هنا بتقعد لحد الساعة ما يقرب من الساعة 9 موجودة المفروض، والدنيا نهار، فبالتالي كان لسه بدري ولسه في معانا وقت. المهم وقع الاختيار على هذه المنطقة، وقررنا ان احنا نفرش ونقعد فيها بقى ونحط حاجتنا فيها. ده ملوكة ابن البنوتة المغربية اللي كانت معانا، اللي احد الامهات، ودي بنوتة عراقية. انا يا جماعة بحب اتعرف على جنسيات مختلفة، يعني بحب اعرف ثقافتهم، احب اعرف منهم كلمة جديدة، طريقة كلام جديدة، عاداتهم وتقاليدهم. كتير اصحابي من كل الجنسيات، تقريبا من كل جنسية في العالم انا عندي صديقة. انا مش متخيلة، انا ما عداش عليا مثلا حد عرفته من جنسية معينة، ما شاء الله عرفت تقريبا كل الجنسيات. ودي حاجة بتبسطني قوي. المهم قعدنا واكلنا السناكس والجو ده واتبسطنا وشغلنا اغاني، ورحت قمت عملت الوان للولاد في الارض، وعلمتهم ازاي يعرفوا يرسموا ويلونوا، فقعدوا يرسموا ويلونوا واحنا قعدنا نهيص ونغني ونستمتع بالجو والشمس. والله يا جماعة الحياة قصيرة، الحياة قصيرة قوي، الواحد لازم يستمتع بكل لحظة فيها. انا هنا حسيت ان انا بما ان في طباشير، انا عندي حنين للريستا. فاكرين الريستا بتاعت زمان، بتاعت احنا بنقول عليها ريستا، انتوا بتقولوا عليها اولى، بتاعت ابتدائي دي والجو ده. هي اللي هي اللعبة دي، انتوا اكيد هتفتكروها دلوقتي. احنا في بلدنا في اسوان بنقول عليها ريستا، انتوا تقريبا في القاهرة والجو ده بتقولوا عليها اولى. المهم الريستا دي انا كنت بلعبها بقى وانا صغيرة جدا، كنت مع اخواتي. في اللحظة دي كنت عايزة اخواتي قوي، افتكرتهم وافتكرت كل ذكرياتي معاهم. والبنوتات كانوا عسل قوي، وقعدنا لعبنا مع بعض، قلت لهم يلا نحرق الكالوريز بقى. نحرق الحاجات اللي اكلناها. وقمنا ولعبنا وعلمتهم القواعد بتاعتها، لان تقريبا مش موجوده عندهم. مش عارفه، احكولي هي موجوده اصلا في المغرب والعراق ولا مش موجوده؟ لان هم قالوا لي ما يعرفوهاش. هي موجوده والبنوتات ما يعرفوهاش، ولا هي اصلا مش موجوده ما تعرفوش عنها حاجه؟
المهم حد ييجي يقول لي: يا رُك أنتِ مش قُلتِ إن أنتِ بتحبي تخرجي لوحدِك وتحبي تتبسطي لوحدِك والجو ده؟ يا جماعة أنا باتبسط لوحدي والله، بس ساعات الواحد بيحتاج يخرج مع ناس تانيين مثلًا، يشوف ناس لأ معلش جنة بدون ناس ما تنداس برضه، بس in case اتحطيت في موقف إن أنا هابقى فيه لوحدي، هابقى مبسوطة برضه فيه، يعني الحمد لله أنا باعرف أتبسط لوحدي، باعرف أتبسط مع الناس. وهنا كان ابني لابس أخضر وكل شوية يتوه مني أو مش يتوه، يجري وسط البتاع، أنا عيني بابقى شايفاه وأجري وراه أروح أجيبه، قضيت القعدة كلها باجري ورا ابني والله العظيم. وبعدين حسينا إن الغروب خلاص جه واستمتعنا بمنظر الغروب في الجو الجميل ده وفي الطقس الحلو ده، ولمينا الحاجات وقلنا نروّح بقى. احكوا لي اتعرفتوا قبل كده على بنات من على الإنستجرام والّا لأ؟ أنا عن نفسي اتعرفت على كتير أوي، 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 وبيطلع منهم نسبة كويسة ونسبة مش حلوة، والبنوتات دول كانوا حلوين ولُذاذ واتبسطت إني قضيت معاهم اليوم، وبس والله. باي باي.